السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا مزيانين بخير وعلى خير. معكم مريم من قناة شامل المتنوعة. لعشاق الشيفلور محبين الشيفلور جبت لكم كروكيطات او خبيزات بالشيفلور كيجيو لذاذين. خليكم معايا في الوصفة. انا عندي النص د الشيفلور سلقته مع الماء وعملت له شي حاجه د الملح وواحد جوج درويصات د الثوم. هنا معكتهم مزيان. غنزيد عليهم واحد البيضه وغنزيد عليهم التوابل. صراحه هاد الخبيزات اولا هاد الكروكيطات كيجيو مزيونين ومنهم نبدلو شويه، حيتاش بزاف كيستعملوا الشيفلور في المريقه اولا في الطورتيه، وما فيها بس ساعه نوعوا من الحاجه كيجيو لذاذين وصراحه دغيا كيوجدوا. هنا عندي كما قلت لكم بيضه، دابا غنعمل لهم ملح، شي حاجه د بابريكا، وغنعمل لهم الابزار، ثوم بودره، وتقدروا تزيدوا معاهم حتى الزيتون مقطع اولا تزيدوا معاهم التون حتى هو الا بغيتو. من بعد ما كتصفيوه مزيان 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 من الماء ديالو. هنا عندي الثوم بودره، هنا عندي الربيع معدنوس، تقدروا تزيدوا حتى قزبر بودره او قزبر بطحون. صافي غنزيد عليهم غير جوج المعالق كبارين د الطحين باش يتجمع لي الخليط باش نشكلهم ونقليهم. كيتقلاو عاديا غنعملوا لهم شابلور وكنبداو نقليو فيهم. ندخلوا فيهم ديك الطحين مزيان باش ديك الطحين كيخليهم يشربوا شويه، نقدروا نشكلوهم كويرات كبارين اولا صغارين كما كتشوفوا. انا بديت كويرات، انا شكلتهم موسطين وكنقليهم في الزيت لجوج الجهات كما كتشوفوا، تجيو معنا مقرمشين ومحمرين من جوج الجهات. نتمنى تعجبكم الوصفه. الا عجبتكم الوصفه ما تنساونيش من لايك، واللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس فضلا وليس امرا. ونتمنى يعجبكم فيديو، نتلاقاكم فيديو جديد. مع السلامه.